السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جاتكم مقطع جديد. في هذا المقطع جات لكم بحلقة جديدة من شرح تعميل ماينكرافت مكركة بالكمبيوتر. يلا ننتقل للشرح. أول شيء افتح أي متصفح عندك، بحط لك رابط في الديسكربشن أو الوصف. تضغط على الرابط راح يفتح لك مثل هذه بالضبط. تضغط على داونلود، تضغط سيف ويبدأ التحميل معك. اوكي، طبعا انا محملها من قبل فمو لازم احملها مرتين وكذا. يطلع لك مثل هذا الشكل، تحط اكستراكت فايلز، تحط اوكي. اول ما تحط بيطلع لك كذا صندوق، اول ما يكتمل راح يطلع لك مثل هذا بالضبط. تفتحها. طبعا في عندك نسختين، اللي هي نسخة الويندوز للابل. فيب نحن عندنا الويندوز. طبعا في عندك نسختين مرة ثانية للويندوز، نسخة الجار اللي هي الجافا، والنسخة العادية اللي بدون جافا اتوقع. المهم احنا بنختار هذه، فنفتحها ننتظر شوي. اوكي، طبعا الحين تختار هنا اي اسم. مثلا انا اخترت هذا الاسم يوتيوب احمد. طبعا لازم الاسم يكون مو اكثر عن 16 حرف. انا اخترت هذا الاسم اول ما ضبط، فالاسم لازم يكون اقل عن 16 حرف او 16 حرف واقل. طبعا هذه تحديثات ماينكرافت حتى اخر اصدار 1/10 اتوقع. هذه النسخ اللي معي انا، معي فاين. تضغط بلاي، تنتظر شويتين. اوكي، انتظر شوي. اوكي طبعا باك. فصل شوية التصوير عشان ماينكرافت لازم تدخلها كذا، عشان انا اصور باكشن وكذا ما يفتح. فندخل نقرب لكس ام سي. طبعا اول ما تدخل تكتب سلاش ريجستر، لا ريجستر، بعدين الباس حقك مرتين وتضغط انتر. فالحين انا بسجل، تكتب سلاش لوجين. اوكي، فهذا بحساب بس تقريبي، لا تدخلون فيه يعني ولا شيء، مو حسابي ولا شيء. فحساب الثاني باسورد ثاني. المهم مثل ما تشوفوا دخلنا شو اسمه السيرفر. فيب دخلنا. طبعا هذه الالعاب اللي في السيرفر. اوكي، اللي في السيرفر الالعاب هذه مثل ما تشوفوا. انا مو جالس اسوي اعلان ولا شيء عشان السيرفر تدخلون وكذا، لا. بالعكس، سيرفر احس شويتين فيها كاثم عليكم من هذا الكلام. وبس. طبعا هذا اشتغلت ماينكرافت، واكتبوا لي اذا تبغوني انزل اشياء ثانية لكم. وبس هنا وصلت مقطع، روابط تحميل كلها في الديسكربشن. اشوفكم على خير، في امان الله.